لهذه القصيدة من نظم الوهراني محمد، ألفها في 1222 هجري الموافق ل 1802 ميلادي. من بعد اللي شاف منام حكى على الأشياء اللي شاهدها ولو ما كانتش آنذاك. وكل إنسان اللي يسمع هذه القصيدة يتفكر التاريخ اللي قالها فيه والأشياء اللي صارت واللي جات من بعد. عنوان القصيدة: يا شيخ يا شيخ دنق واش يصير، يا شيخ يا شيخ دنق واش يصير، يا شيخ يا شيخ في ذي الجيل المهمل، نخبركم واش جاي وقبضوا في ذراي، ما باقي لا باي لا باشا يعدل، سلطان الإسلام ما عنده مقام، سلطان الإسلام طردوه وتحول، سلطان الإسلام ما عنده مقام إلى عطاوه هيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي الغاليات، كما شفتوا استقبلتكم بقصيدة الراحل بالوهراني رحمه الله، ونتمنى إن شاء الله يوصلكم فيديو تاع اليوم وانتم ملاح وفي أحسن الأحوال وفي ألف صحة وعافية يا رب. كما العادة نصلوا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. إذن عزيزتي الغاليات، دايما رانا مع موضوع التراث الجزائري، هذا الموروث العظيم اللي خلوه لنا الأجداد أمانة بين أيدينا، ويلزمنا ندافعوا عليه ونحموه مهما كان الثمن. كما نعرفوا راه كاين بعض الأطراف وهذه حقيقة يعرفها كاع الشعب الجزائري، باللي كاين جهات راهي تحاول طمس الهوية الجزائرية. رايحين تقولوا لي كيفاش؟ نجاوبكم ونقول لكم عن طريق نهب وسرقة الموروث اللي خلوه لنا الأجداد، ومن بينها الأزياء التقليدية اللي تدل على مبادئ وقيم الشعب الجزائري. وكما تعرفوا كاين بعض الأطراف راهي تعرض مبالغ خيالية من أجل شراء هذه الأزياء ويضموها لهم، وهكذا يبقى الشعب الجزائري ما عنده حتى هوية وما عندهش مبادئ ولا قيم. ومن هذا المنبر نقدم نصيحة للأخوات ونقولها اللي عندها أي حاجة أي زي تقليدي من ريحة الأجداد وتحافظ عليه وديره أمانة، وتخلي أمانة عندها وديره في عينها، ومهما عرضوا عليها من مبالغ ما تحاولش تبيعه، لأنها إذا باعت هذاك الزي التقليدي من ريحة الأجداد كلي باعت كما نقولوا مبادئ تاعها وباعت القيم تاعها. سلطان الإسلام ما عنده مقام إلى عطاوه هيام، يحكم مقليل، راهم يجوا الروم يملكوا ذا القوم، من هو محترم يعود مبهدل، يدخلوا شي ناس يمشوا بالطرباس، من هو جساس عندهم يضحى وصل، يملكوا ذا البر والهوا والبحر، واللي يلحق الخبر عمره طايل. كما راكم تشوفوا خواتاتي، موضوعنا اليوم راه حول البلوزة الوهرانية. مكاش اللي ما يعرفش البلوزة الوهرانية، هذا اللباس التقليدي اللي ما نستغناوش عنه في المناسبات والأعراس، وماذا بينا ينتشر في أكبر عدد مناطق من العالم ويحتل المرتبة الأولى ونفتخروا به. واللي ما يعرفش البلوزة الوهرانية نقول له هي عبارة عن ثوب مكون من قطعتين. القطعة الأولى هي الصدر، يوضع على القماش، وهو عبارة عن جزء من البلاستيك مزخرف ومطرز بالخرز أو الأحجار بالإبرة والخيط بطريقة جد متقنة، والجزء السفلي يسمى الجلال، ومن ثم تخاط القطعتين مع بعضهما البعض فتصبح ثوب جاهز ترتديه المرأة الوهرانية. وهي لباس تقليدي خاص بالمجال الجغرافي الذي يشمل الغرب الجزائري بما فيه القطاع الوهراني بالجزائر. ظهرت في القرن السادس عشر، وهي تمثل عراقة وهوية المرأة
بالمنطقة. وكما راكم تشوفوا المراحل اللي مرت بها والتطورات اللي طرقت لها. كما تعرفوا البلوزة الوهرانية بدأت تتغير مع تغير القماش من بلوزة وهرانية عادية وقماش عادي إلى بلوزة عصرية وقماش مزخرف بالأحجار مثل التول والصاري. وبداو الخياطات يتحفوا وكل مرة يوضعوا لمسة جميلة، وبداو ينوعوا في الخدمة تاع الصدر الوهراني من أحجار وكريستال إلى آخره. واللي دخلت أول مرة لقناتي نقولها راني حطيت فيديوهات يخصوا أصدر الوهراني، نقولهم يدخلوا للفيديوهات ويشوفوا رايحين يعجبوهم بكل تأكيد. إذن في الأخير نذكركم كما العادة نقولكم ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، وإلا عجبكم الفيديو ديروا جام باه يوصل أكبر عدد من المتابعين. ونخليكم مع قصيدة الراحل بالوهراني رحمه الله، ونقولكم خليت لكم الراحة والهنا وتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديوهات إن شاء الله. يجوا الروم يملكوا ذا القوم، من هو محترم يعود مبهدل. يدخلوا شي ناس يمشوا بالطرباس، من هو جساس عندهم يضحى وصل. يملكوا ذا البر والهوا والبحر، واللي يلحق الخبر عمره طايل. الملك يدوه للعرب للتشبوه، راهم يوطوه من دومه كامل. تطوع الجبال بوعارها وسهال، والخلقة كيال في الكاغط تاكل. من تونس للسوس تتواصل للروس، وتضحى مخصوص عيشتها لهات وحل. يضحاو مخلطين لا سمنا لا دين، الحباب الطيبين درقوا في الحنظل. الناس التايقين يضحاو مكروهين، والناس الفاجرين هدرتهم معسلة. حزب الشيطان نصروه العربان، العلم والقرآن جمعهم يقل. يبوحوا بالمكروه والحرام يشروه، والصابي من بوه يزعف وينعل. يهوموا البنات يضحاو متفارقات، ما باقي شايفات كل مراها جل. البنات اللي عزاز ما صابوا للزاز، بعد النفخة تنحاز تترك الراجل. تسوق للسوق والخلقة مطبوق.